السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. ويلا نبدأ مع بعض بسم الله. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة الفراخ البروست المقرمشة الكريسبي الخطيرة. ايه رأيكم؟ تستاهل بقكم. يلا بقى، عايزة كل البنات الامارات يجربوا الفراخ الجميلة دي علشان خاطر ايه؟ عريسك يحبك وجوزك يحبك. هنعمل مع بعض الفراخ البروست المقرمشة. معانا فرختين غسلينهم كويس جدا ومقطعينهم 16 قطعة. الفرخة 8 قطعة، مقطعين الورك 2 والصدر 4، يبقى كده معانا 16 قطعة. وغسلناهم كويس جدا ونقعناهم في المية والملح والخل وصفناهم كويس جدا زي ما انتم شايفين كده، وقطعناهم عملنا فيهم فتحات. والدبوس برضو عاملين فيه فتحات، عاملين فتحات في الفراخ كلها. تعالوا بقى نقول مكونات التتبيلة. ركزوا معايا الاخر يا ست البنات، ولو مش عامله لايك اعملي لايك، اشتركي في القناه لو اول مره تشوفيها. مكونات التتبيله بتاعتنا: البهارات بتاعتنا عباره عن معلقه كبيره ملح، معلقه كبيره فلفل اسود، معلقه كبيره توم باودر، معلقه كبيره بصل باودر، معلقه كبيره زعتر، معلقه كبيره شطه ناعمه، معلقه صغيره بابريكا، ومعلقه صغيره بهارات 7. لو ما عنديش بهارات فراخ، لو عندي بهارات فراخ هنستبدل بهارات ال7 بالبهارات الفراخ. وكوبايه كبيره لبن، كوبايتين زبادي. انا استبدلت اللبن الرايب بكوبايه حليب كبيره وكوبايتين زبادي. ولو ما عنديش الحليب والزبادي هيبقى 3 كوبايات لبن رايب. هنجيب بوله فاضيه تكون غويطه وننزل فيها بالبهارات بتاعتنا. هننزل عليها باللبن، وننزل عليها بكوبايه الزبادي. الكوبايه التانيه هنضربهم بقى بالمضرب الكهربائي، مضرب البيض. هنضربهم كويس جدا لحد ما المكونات كلها تختلط مع بعض. هنعلي بقى المضرب شويه. يلا بقى نتبلها مع بعض. تتبيله ريحتها جميله جدا جدا جدا، ريحتها حكايه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنحطها يوم كامل في التتبيلة، ولو مستعجلة يبقى نص يوم. ودي الفراخ بتاعتنا بعد ما اتبلت يوم كامل. يلا نشوف بقى الكفر بتاع الفراخ هيكون عبارة عن ايه. معانا كوباية من الدقيق، كوباية من الشوفان المطحون طحنينه في الكبة بتاعت الخلاط، نص كوباية فيجيتار على بصمات ناعم، هو بيجي جاهز كده من السوبر ماركت، ونص كوباية نشا. والبهارات عبارة عن معلقة كركم، معلقة زعتر، توم باودر، معلقة برضو بصل باودر، بابريكا، كلهم معالق صغيرة بس مليانة يعني. يلا نشوف. هنجيب بولة معانا كده هننزل فيها بالدقيق، كوباية الدقيق، كوباية الشوفان المطحون، بصمات والفيجيتار والنشا. والبهارات بتاعتنا بقى عبارة زي ما احنا قلنا: كركم، زعتر، توم، بصل، بابريكا. هننزل بيهم كلهم كده على الخلطة بتاعتنا. يلا بقى نقلبهم.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. في معانا بقى مكون هيبقى خطير بقى في الفراخ البروست دي. الخلطة السرية دي اسمها خلطة التبهير. هنحط حوالي معلقتين كبار، وهنقلب بقى كويس. ان شاء الله احلى فراخ بروست مقرمشه تاكليها في حياتك ان شاء الله. اعمليها بقى بالطريقه دي هتعجبك وهتعجب اولادك. يلا نطلع بقى معانا وننزل في الخلطه كده. بطنيها كويس. طبعا احنا عاملين 16 قطعة. شوفوا بقى هيكلفوك قد ايه. مش هيكلفوك ان شاء الله اي حاجة. لو رحنا مطعم ولا اي حاجة. شوفوا بقى الحتة مع رغيف صغير كايزر كده من غير مكرونة ولا رز ولا اي حاجة. شوفيها هتقطع كام. الجناح الواحد قبل كده انا قايله لحضراتكم ان احنا جبنا جناح برغيف صغير كايزر خالص صغير كده ب40 جنيه. شوفوا بقى قطعه الفراخ دي مع الرغيف ده هتقطع قد ايه. اقل حاجه خالص هيقولك 65 جنيه 70 جنيه. لا احنا نعمل حاجتنا في البيت وان شاء الله مش هتبقى مكلفه ولا حاجه. وطبعا حاجه انت ايه ضامنه ايه نظافتها وجودتها. ما شاء الله اللهم صل على النبي. ريحتها جميله جدا. غلفيها كويس جدا من جميع الجوانب كده. هي كمية الفراخ كلها الحمد لله بطلناها كلها. عملنا لها كفر جميل جدا. هيطلع لك الفراخ سبايسي مقرمشه جميله جدا. يلا نشوف هنعمل فيها ايه. نجيب بقى طاسه غويطه نحط فيها زيت غزير وننزل بقى بالفراخ بتاعتنا. الله الله. الله على ريحتها وجمالها. ما شاء الله الله اكبر. بالهنا والشفا. حاجه كده عايزاكم والله تاكلوها. اعملوها ودوقوها كده وادعولي. هنحط قشرة ليمونة علشان لو الزيت له ريحة بتشيل الريحة دي خالص كده. خلاص شلنا قشرة الليمونة. والله يا جماعة ريحتها خطيرة. ريحتها رائعة.
طبعا احنا حاطين القلايه دي على العين الصغيره بس عاليه، يعني عاليه على الاخر مش موطيين. حطيناهاش على العين الكبيره علشان خاطر الزيت ما يتحرقش بسرعه. ايه رايكم بقى؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، تبارك الله. في الطعم بتاعها جميله جدا ورائعه. ما شاء الله ما شاء الله، حاجه جميله جدا. ما تيجي تحط القلايه بتاعتك حطيها على العين الصغيره وعاليه، ما توطيش عليها، عشان كده خلصنا الكميه كلها والزيت ما شاء الله ما اتحرقش. يلا بقى، عايزه كل البنات الامارات يجربوا الفراخ الجميله دي علشان خاطر ايه؟ عريسك يحبك وجوزك يحبك. ايه رايكم بقى في الفراخ بتاعتنا؟ جميله جدا والله، خطيره ما شاء الله، الله اكبر. يا رب الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم الفيديو شير ولايك وسبسكرايب واشتراك في القناه لو اول مره تشوفوها. وعايزه منكم بقى تعليق جميل كده يفرحني، ربنا يفرح قلوبكم يا رب. تحياتي ليكم، اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.